صدقني مش لازم تكون اذكى واحد في الاوضه او المجتمع اللي انت فيه، بس لازم تكون اكتر واحد بيعرف يتكلم صح ويتواصل صح. انا بقالي فتره لا باس بها شغال في البرمجه، وفي كل الشركات او العملاء والاشخاص اللي انا اتعاملت معاهم كنت بلاقي نفس المشكله. ناس شاطره قوي تقنيا بس مش عارفه تشرح فكرتها او تسوق لشغلها او حتى تدخل في نقاش صح. انا كمان كنت كده، كل تركيزي كان على الكود او المهارات التكنيكال سواء الباك اند او الفرونت اند، ونسيت تماما ان التواصل هو اللي بيخلي مديرك يسمعك وعميلك يثق فيك وفريقك يشتغل معاك مرتاح. التواصل مش مجرد كلام، ده تسويق لنفسك علشان تبني صوره وبيرسونال براندنج صح وتعرف تسوق لنفسك قدام اي فرصه. عايز اقول لكم اني اكتسبت المهاره دي لما بدات اتكلم مع ناس كتير، اشارك افكاري واسمع اكتر ما اتكلم، ودايما باخد الحوار وافكر فيه واحلله واطلع منه برد مناسب في سياق النقاش. فحاول كل يوم تفتح نقاش مع حد جديد ودرب نفسك تقول فكرتك بوضوح، واسمع بودكاست او اقرا كتب عن مهارات التواصل، وسجل دايما اللي انت فهمته. ولو عايزني ارشح لك كتاب للتواصل الفعال اكتب لي في الكومنتات. وفي النهايه لايك وفولو وتحول لمبرمج.